طز فيك. ايوه زي ما سمعت كده. عمرك سألت نفسك يعني ايه كلمة طز؟ احنا تقريبا كده بنتكلم اللغة العثمانية اللي هي التركي يعني، بس من غير ما نحس. زمان قوي في الدولة العثمانية كانت كلمة طز معناها ملح. ايوه زي ما سمعت كده، طز يعني ملح. وقتها كانوا بيسألوا التاجر في الجمرك ايه اللي في الصندوق ده، كان يقول لهم طز، ملح يعني. فكانوا يسيبوه يعدي عشان الملح معلوش ضرايب. ومن هنا الكلمة بقى معناها ملهاش قيمة. يعني اللي كانت بتعدي بسهولة دلوقتي بقت كلمة بتتقال في وسط حاجة سخرية كده. طز. كلمة أفندم، الكلمة دي أصلها تركي وهي نطقها أفانديم، ومعناها سيدي أو حضرتك. كانت وقتها بتتقال الأشراف والناس اللي ليهم مناصب. ومع الوقت والتطور والزمن بقت رد رسمي لأي حد بيكلمك في الشارع. أفندم جاي اهو. يعني لو في حد جليات كده وقليل الذوق معاك بترد عليه بمنتهى الهدوء والاحترام وتقول له فندم، وانت من جواك كده بتغلي ونفسك تعجنه. كلمة تمام. والكلمة دي جاية من التركي برضو، ودي معناها كامل، وكانوا بيقولوها العساكر لما يسمعوا أمر من القائد بتاعهم. تمام. تمام باشا. من كتر ما اتقالت في الجيوش بقت بتتقال في الحياة اليومية. يعني لما ست الحبايب تقول لك نظف اوضتك تقول لها تمام، كأنك عسكري في مهمة وطنية. تمام يا باشا. كلمة اوكازيون دي أصلها فرنسي ومعناها فرصة، ودخلت مصر مع التجارة والموضة أيام التلاتينات. بس المصريين بقى مقولكوش عملوا فيها شغل فاخر من الآخر. بقت مش بس فرصة، دي بقت تصفية. يعني من الآخر كده احنا بنتكلم مزيج من لغات العالم كله، بس مغيرينه على كيفنا احنا. بس الجميل هنا ان كل كلمة ليها قصة في بلد معينة، وكل تمام افندم طز وراها تاريخ من الضحك والسياسة والتجارة. كنت معاكم في الدولاب.